بتبتدي قصتنا النهارده مع مجموعه من المستكشفين اللي بيستكشفوا القطب الشمالي لحد ما بيتفاجئوا بملكه متحوطه بكتله من التلج كبيره، وعلى طول بيطلبوا المساعده من المختصين. لكن بيلاحظوا صوت غريب طالع من عندها، واتضح ان هي لسه عايشه. بتقول لهم انا عدى عليا 1000 سنه على وجودي في المكان ده، وبتقول لهم ان هي عايزه تقابل افضل لاعب في الزمان بتاعهم. اما ده بقى فهو فاي اللي واقف في الشارع بيتفرج على مجموعه معارك للبشر ضد الملوك الخارقين. يا ترى حكايته ايه ده هو كمان؟ يلا بينا نشوف. بتكون منظمه الدفاع مجهزه اكتر من فريق علشان يتعاملوا مع الملوك دول، ومنهم ملك النار واللي اسمه اوروبوس، واللي بيفضلوا يحاربوا فيه لحد ما بيهرب اكتر من 69 واحد من مساعدينه. اما فاي فبيقابل زمايله القدام، وبنعرف انه كان واحد من الجنود اللي بتحارب الملوك دي، وكان متميز جدا، لكنه كان مختفي لمده 6 شهور. بعد كده بيروح فاي للمنظمه علشان يتكلم مع الامين العام، وبيتكلموا عن بنت لون شعرها احمر كان فاي بيدور عليها، فقالت له انها سمعت اشاعه عن ملكه لقوها في الجليد بنفس المواصفات. بعدها بتاخده علشان توديه عندها، وبتقول له ان قصتها بتبدا من 3000 سنه لما استخبت في قاع البحر وقت الحرب العظمى اللي بين الملوك والبشر، لكنها دخلت في دوامه واتجمدت طول الفتره اللي فاتت دي. بيعرف فاي ان لما جابوها هنا ما كانوش يعرفوا ان هي خطيره، لكن بعد كده اكتشفوا ان عندها قوه تقدر تدمر المدينه دي كلها. فاي كان قلقان منها، لكنه مضطر يدخل لعندها لانه عنده قوه مش هتخليه يموت حتى من قوه الملوك. ولما دخل لقى عندها مجموعه كبيره من الالعاب، واول لما شافها اتخض لانه افتكر كل ذكرياته معاها لكنها ما بتكونش فاكراه. وبنعرف ان الامينه دي اسمها مريندا والملكه اسمها ليو. بتروح الملكه لفاي وبتقول له انا هلعب معاك لعبه الاول، فبيرد عليها وبيقول لها ان هم المفروض يتعرفوا على بعض في البدايه، فقالت له ان هم هيتعرفوا اكتر واكتر من خلال اللعبه دي. بدات تحط كروت كتير على الترابيزه، ومكتوب على الاوراق دي مواضيع معينه زي الاسم ومكان الولاده والمهنه ومكان السكن وغيرها من المواضيع الشخصيه. بدات تشرح له اللعبه، وبعد كده خدت كل الورق علشان تخلطهم ببعض، لكن فاي نبهها انه اخد باله من الورق وهي بتسحبه. فبتتفاجئ الملكه انه اخد باله بالسرعه دي، وبتقول ان هو فعلا عنده مهاره قويه، وكانت مستلطفاه لانه ما حاولش يخدعها وهيلعب معاها بنزاهه. فبدات الملكه تحرك ورق الكوتشينه ده كانه في مدار فضائي، والورق بيتحرك دايما لحد ما هو يختار الورقه اللي تعجبه. كل ده بيحصل والامينه مريندا بتراقبهم في الكاميرات. بدا هو يختار اول ورقتين، وطلعت ورقه عن فصيله الدم والتانيه عن مكان ولادته، ولازم يكونوا الورقتين متطابقين علشان تجاوب. فاختارت هي كمان ورقتين لكنهم برضو طلعوا مش متطابقين. ولما سحب فاي ورقتين كانوا متطابقين وكانوا عن مكان معيشتها، فقالت له ان كل الملوك عايشين في نفس المكان واللي اسمه المنتش، والمكان ده بيسميه البشر بالبعد الروحي. هناك الملوك بتبدا تلعب العاب مختلفه والبشر بيشاركوا فيها، وبيدخلوا المنتس عن طريق باب مخصص ليهم. ولما البشر بيفوزوا على الملوك 10 مرات بياخدوا قوه خارقه معاهم للعالم بتاعهم، وده بيفيد البشر في مواجهه الحيوانات المفترسه اللي في العالم بتاعهم واللي ما بيكونوش قادرين عليها. بعد كده بيجي دورها وبتختار ورقتين وبيطلعوا متطابقين عن الاسم. بيبدا يعرفها بنفسه وبزميلته مريندا، وبيكملوا لعب لحد ما ليو بتسحب ورقتين. الورقتين بيكونوا فاضيين ودول بيكونوا الجوكر، وفي الحاله دي بتقدر تسال اي سؤال اللي هي عايزاه. بان عليها قوه الملوك وسالته هو ليه اصلا بيحاول يتقرب منها، وبرغم ان هو سؤال صعب الا انه مضطر يجاوب. وقال لها انه مهمته ان هو يراقبها، وده لان مريندا كانت عايزه تعرف انت ناوي على ايه. هو برغم ان الكلام ده كان صدمه لمريندا، الا ان ليو حبته جدا لانه بيجاوب بالحقيقه. بعد كده بيجمعوا الاوراق وبيتضح انها كسبت اللعبه، وسالته سؤال اخير: لو كانت جت لك الكروت الفاضيه كنت هتسالني على ايه؟ فبيقول لها فاي ان هو كان عايز يعرف هي ليه جت للعالم ده وما رجعتش للعالم بتاعها. فردت وقالت له انها مضطره تكسب 10 العاب علشان تقدر ترجع لعالمها تاني. بعد كده مسكته وخرجت من المكان بسرعه وودته عند بوابه الملوك. بتقول انا كنت مستنيه اقابل واحد بشري زيك من زمان. بعد كده بيدخلوا البوابه، ولما بيخرجوا منها بيوصلوا للمنتس، وهناك بيقابلوا مجموعه من البشر المحاربين وهم استا وكونها وجريغيس. بيكونوا متفاجئين ان فاي رجع تاني بعد فتره انقطاع 6 شهور كاملين، وبيتفاجئوا اكتر واكتر لما بيشوفوا معاه ليو لانها ملكه التنين الناري، لكنها بتطمنهم وبتقول لهم ان هي في صف البشر المره دي. بعد كده بتظهر دميه تابعه للمكان وبتقول لهم ان عددهم دلوقتي بقى 18، وبكده يكون الفريق اكتمل ومحدش هيقدر يدخل تاني. والوقت خلاص اقترب ان هم يلعبوا الملك تايتان، والدميه دي بيكون اسمها الماب. بيكون كير فاهم طباع الملك تايتان وانه دايما بيحب العاب القتال، لكن الماب قال لهم ان الملك تايتان غير قواعد اللعبه بتاعته، علشان كده اللعبه هتكون عباره عن استغمايه وانهم لازم يهربوا منه. لما بيعرفوا بيتضايقوا لان اللعبه لو كانت قتاليه كانوا هيقدروا يستفادوا من قوه ليو، لكن ما بيكونش قدامهم اي حل تاني. بيبداوا يفعلوا البث المباشر لعالم البشر، وبتكون مريندا شايفاهم وهدفهم ان هم يكسبوا 10 العاب من العاب الملوك. بعد شويه بيبداوا يسمعوا صوت تايتان وبيقول لهم الماب ان لازم يهربوا كلهم، لكن بشرط واحد: ما ينفعش حد فيهم يعدي الشعاع اللي متحوط بالمدينه والا بكده هيخسروا. وبعد دقيقه بيبدا يظهر تايتان وبيهجم عليهم، وكان في حجر كبير هيقع على ليه، وفاي كان خايف عليها جدا، لكن
لانها بتقدر تكسر الحجر ده بكل سهوله، ولما بيبدا يقرب منهم بيجروا كلهم من قدامه. ولما بعدوا شويه بتقول استا ان هي عندها حل، وان هو يستخبوا في اي مبنى من اللي قدامهم، لكن فاي بيحاول يمنعهم لان اكيد تايتان هيعرف مكانهم. وبالفعل بيظهر تايتان قدامهم وبيكسر كل المباني اللي قدامه، وبيهجم مره واحده على استا اللي ما بيلحقوش ينقذوها. داس عليها برجله، لكن الغريب انها فضلت موجوده جوه اللعبه وما خرجتش. وفجاه بيبدا جسمها يتحول للون الاحمر وما بتكونش فاهمه ايه اللي بيحصل. وكمان لقيت نفسها غصب عنها بتعمل تعويذه وبتهجم بيها على زمايلها. ولما سالوها بتعملي كده ليه قالت لهم ان التعويذه دي اشتغلت لوحدها. فبيبداوا يهربوا منها، لكنها قدرت تصيب 4 منهم، وساعتها تايتان حولهم وبكده بقوا 14 واحد مقابل 5. بيكمل فاي وليو جاري، وكانت استا بتجري وراهم غصب عنها لحد ما فاي مسك صندوق الزباله وقدر يقبض عليها بيه، ولمستها ليو من رجلها فلونها رجع تاني لطبيعته. وبكده يكونوا فهموا ان في قاعده مخفيه في اللعبه، وهي ان اللي يبقى من اتباع تايتان يقدروا يرجعوه لطبيعته تاني لو لمسوه. ساعتها بيقولوا لاستا انها تحاول تستخبى وهم هيجروا، لكن برضه ما بيكونوش عارفين ايه الشرط الاساسي اللي هيفوز بسببه. فبيفكر في ان ممكن يكون في وقت معين ولما يعدي يكسبه، لكن المشكله ان مفيش اي دليل على الكلام ده. وبعد كده بشويه بيتفاجئوا ان الفريق كله اتحول وبقوا بيجروا وراهم. ولما بيقابلوا استا تاني بيهربوا فوق مبنى وبيعدوا على جسر فاصل ما بين المبنيين، وساعتها ليو كسرت الجسر الفاصل ما بينهم علشان تمنع باقي الفريق، وده على الاقل هيعطلهم شويه. بدا فاي وليو ان هم يفكروا في حل للعبه بسرعه، ومره واحده جت فكره لفاي وقال لليو انها تعمل اللي هيقول له عليها. وفجاه بيجروا كل واحد منهم في اتجاه مختلف، وهم شايفين تايتان عمال يتدمر في كل المباني. ساعتها كان فاضل مبنى واحد بس طلع عليه فاي بسرعه ووقف لتايتان كانه بيستسلم، وفعلا ضربه وكسر المبنى. لكن ساعتها خرجت استا من المكان اللي مستخبيه فيه وضربت كل زمايلها بالتعويذه، ولونهم رجع لطبيعته تاني. وهنا فاي ابن الذكاء بيبدا يشرح اللعبه ليهم قدام تايتان، وانها ما كانتش لعبه استغمايه ولا حاجه، بل في الاساس هي لعبه شبه لعبه الطاوله، وان شرط الخساره ان المباني كلها تتدمر واتباع تايتان اكتر من اتباع البشر. علشان كده تايتان كان مهتم بتدمير المباني اكتر من انه يجري وراهم. ولما اخر مبنى اتدمر واللي كان فاي واقف عليه كان عدد البشر اللي على طبيعتهم 10 واتباع تايتان 9، وبكده يكونوا هم اللي فازوا. في اللحظه دي بيعترف تايتان بخسارته، وبعدها بيرجعوا للعالم بتاعهم. ولما بيروح فاي ليلو بيلاقيها بتتفرج على اللعبه اللي كسبوها بتحلل تحركاتهم، وبتساله عن الامنيه اللي عايزها لما يكسبوا 10 ملوك مختلفين، وبتقول له على امنيتها وانها ترجع ملكه تاني لانها حاليا ملكه سابقه. فبيقول لها فاي هو كمان عن امنيته ان هو عايز يقابل واحده كانت بتلعب معاه وهو صغير وكان دايما بيعتبرها اخته، لكنه مش فاكر اي حاجه لا صوتها ولا ملامحها، كل اللي فاكره ان كان لون شعرها احمر زيها. بعد كده بيروح فاي وليو البيت ميريندا وبيصحاها من النوم علشان ليو عايزه تعمل فريق لوحدها هي وفاي. وبرغم ان ميريندا كانت صاحيه متضايقه لانها كانت نايمه بعد يوم طويل ومتعب، لكن ضميرها المهني بيصحى، وبتبدا توضح لهم ان العدد مهم جدا في العاب الملوك، وان في احصائيه اتعملت على 30 سنه اللي فاتت عن عدد الفريق ونسبه الفوز، واتضح ان كل ما ازداد عدد الفريق كل ما نسبه الفوز بقت اعلى. علشان كده ضروري جدا ان هم يكونوا فريق علشان يقدروا يكسبوا باقي الالعاب التسعه. وبعد ما بينزل فاي اعلان عن النت علشان لو في حد عايز يدخل معاهم الفريق، كانت ليو مستعجله جدا، لكنه قال لها ان اي حد هيكون مهتم اكيد وهيكلموهم. بتجيله فكره بعد كده وهي انه يكلم اصحاب القدام، واول فريق جه في دماغه هو فريق بليز، والقائد بتاعه بيكون اسمه اشلان. واول لما بيتصل باشلان بيكون مبسوط جدا لانه عدى وقت طويل من اخر مره اتكلم فيها مع فاي. ففاي بيساله لو كان ينفع يدخل في فريقه. اشلان بيوافق على طول، لكن بمجرد ما فاي بيقول له انه ليو هتكون معاه خاف ورفض وقال له الاحسن انك تيجي لوحدك. فاي ساله عن السبب فقال له انه له اخر لعبه هجمت على كل الفريق علشان شتموا العاب الملوك، و20 واحد من الفريق كان في المستشفى. فاي بيبص لها باستغراب فبتقول له ان هي ما عملتش كده. وبعد ضغط من فاي بتعترف وبتقول له ان هي كانت اتعصبت وقتها وما قدرتش تتحكم في اعصابها. بعد كده بيحاول يكلم فريق تاني اسمه الورده السوداء والقائده بتاعته اسمها يوكي، ولما اتصل بيها قالت له ان في ناس كتير حاولوا يدخلوا الفريق بتاعها لكنها طبعا مش هترفض له طلب، واكيد هتفضي له مكان في الفريق. ولكن لما قال لها ان هو عايز يدخل ليو معاها صرخت وقفلت السكه في وشه، فلف ليو وقال لها هو انت عملت حاجه تانية؟ فبتقول له وهي مكسوفه انها حاولت تتدرب مع البشر ومنهم كانت يوكي، لكن بسبب انها بارده ما قدرتش تسيطر على قوتها وتسببت في اصابه ليها وراحت المستشفى. ولما راحت تزورها اول لما يوكي شافتها صرخت واغمى عليها. فبيقول لها فاي بالطريقه دي مش هنلاقي فريق ندخل معاه، وبكده لازم هم يجمعوا فريق بنفسهم. ولما كانوا بيشربوا القهوه لقوا بنت ظهرت من بوابه سحريه ورايحه ناحيه مركز المحاربين، فبتعجبهم القوه بتاعتها وبيروحوا بسرعه وراها علشان يخلوها تنضم للفريق بتاعهم، لكنهم بيتفاجئوا ان البنت دي جايه تقدم استقالتها. على طول ليو حرقت الورق اللي في ايدها فخافت البنت، لكنها عرفت ان هم فاي وليو بيعرضوا عليها ان هي ما تقدمش استقالتها وتدخل فريقهم، لكن كان باين عليها انها محبطه، وعلشان فاي يقنعها عزمها على حلويات علشان يرفع من معنوياتها، وبتعرفهم انها متضايقه لانها خسرت لعبه بسبب انها استخدمت قوتها بالغلط وبدلت القائد بتاعها، وبسببها خسروا كلهم ومنهم واحد تم استبعاده لانه خسر 3 العاب.
وهي كمان لو خسرت تاني هيستبعدوها، علشان كده فكرت تستقيل احسن، وده لانها حاسه انها جبانه واستخدمت قوتها من غير تفكير وهتكون على اي فريق تدخله. فحاولت ليو ترفع روحها المعنويه وقالت لها ان فوزها بلعبه واحده بس معناها انها كانت قد المسؤوليه. وكمان عرفوا انها اسمها بارل دايموند. عرضت عليها انها تنضم للفريق مره تانية، لكن بارل كانت خايفه. اتاسفت لهم وقالت لهم ان هي خلاص خدت قرار باستقالتها ومش عايزه ترجع فيه. ومره واحده جريت وفتحت بوابه ودخلت فيها وبعد كده اختفت. لكن فاي وليو ما بيستسلموش وقرروا يروحوا لها اوضتها علشان يقنعوها. وهناك بتقول لهم انها راحت للفريق القديم بتاعها علشان تعتذر ليهم، لكنهم رفضوا حتى ما رضوش يدخلوها للقائد. بس هي بتقول انها مش زعلانه منهم لان كان عندهم حق، لكن ده ما كانش راي ليو لان خساره واحده مش معناها نهايه العالم. فبيعرض عليها فاي ان هم ينضموا للفريق بتوعها ويساعدوها، وبعد ما يساعدوا الفريق ويعدوا اللعبه بكده يبقى انت انتقمت وثقتك رجعت لك من تاني. فاتفقوا يروحوا كلهم عند البوابه اللي هتنقلهم، وكان واضح ان فريقهم متضايق جدا. بتقول ميريندا لفاي ان وافقت على الانضمام ده بس علشان الاداء المشرف اللي عملوه في اخر مره. وكانت بارل خايفه تدخل لكن ليو بتطمنها ودخلوا سوا كلهم. كانوا طايرين في الجو وشافوا الملك اللي بيكون عباره عن تنين كبير جدا. وكانت ساعتها بار عايزه تستخدم قوه الانتقال بتاعتها لكن ما قدرتش لان المسافه كانت اكتر من 30 متر. فاتدخلت ليو وشالتهم هما الاثنين ونزلت بيهم على جسم الملك اوروبوروس. وبيقول لهم فاي في الوقت ده ان كده اللعبه بدات. ساعتها كان الفريق كله وصل، فبيتكلم فاي معاهم وبيقول لهم ان هما لازم يتعرفوا على بعض علشان يقدروا يكسبوا اللعبه دي. فبدا اوروفان يعرف نفسه بانه قائد الفريق، وعلى طول بارل حاولت تتاسف له لكنه كان بارد معاهم وما قبلش الاعتذار بتاعها. قال لها ان في 4 من فريقهم خرجوا بعد الخساره دي وما كملوش في الالعاب مره تانية. بعد كده بيدخل عليهم الماب بتاع اللعبه دي، لكن بيكون باين عليه ان هو محبط جدا وبيقول لهم كده مفيش لازمه ان اقول لكم حاجه لان الملك ده ما حدش قدر يهزمه قبل كده. وعرفوا ان هم علشان يكسبوا فلازم يخلوا اوروبوروس يقول كلمه معينه وغير كده مش هيكسبوا نهائي. بيشوفوا حوت ضخم بيخرج من الميه، فبيقول لهم اوروفان ان الحوت ده بيبقى مستني اللي يقع من على ظهر اوروبوروس. وبعد شويه بيجي 2 من المستكشفين بتوع الفريق وبيقولوا ان طول اوروبوروس ده حوالي 10 كيلو متر. وبيقول لهم كمان لما كنا بنستكشف المكان وقعنا في فخ عباره عن موجات كهربائيه، وعلشان نخرج من الموجات دي لازم نقول كلمه معينه وكررناها كتير من ساعه ما نزلنا من على ظهره. فضلوا كلهم يحاولوا يقولوا كل الكلام اللي قالوه لحد ما قدر فاي انه يستنتجها وخرجوا من الفخ. بعدها بداوا كلهم يفكروا ازاي يخلوا اوروبوروس يتكلم. فالقائد اوروفان قال لهم ان احنا ممكن نضربه كلنا في نفس المكان. بيوافقوا كلهم وهو بيبدا بنفسه، لكن ضربته بتكون عامله زي نمله بتضرب فيل على ظهره. وكذا واحد جه جرب بعده لكن ما كانش فيه اي فايده، لحد ما قررت ليو انها تجرب بنفسها وحاول فاي انه يمنعها، لكنها كانت مصره وللاسف ضربته وطيرت 2 من الفريق للبحر والحوت الضخم ده اكلهم. بتتاسف لهم ليه ان هي عملت كده وبتقول لهم ان هي كان قصدها المساعده مش اكتر. في الوقت ده كانت بارل خايفه جدا انها تقع في الميه، فراحت لها ليو وفكرتها ان هم جايين هنا علشان يساعدوا فريقها وما ينفعش تكون جبانه مره تانية. وعلشان تشجعها قالت لها تعالي انا وانت نروح نستكشف جسم اوروبوروس. فضلوا يتمشوا لحد ما بيوصلوا لدير اوروبوروس، وكان في مجموعه حراشف شكلها مختلف عن الباقي. فكرت بارل في الوقت ده انها ممكن تخلي اوروبوروس يتكلم لو ضربت الحراشف دي، فوافق فاي على فكرتها. ولكن لما ضربتها اوروبوروس اتعصب وهجم عليهم باشعه ليزر كتير وخرجت مجموعه كبيره منهم بره اللعبه. ساعتها حس الفريق بتاعنا ان هم مش هيقدروا يكسبوا اللعبه دي ابدا، وخصوصا ان مفيش وقت معين للنهايه، وده معناه ان هم لو عايزين يخرجوا فلازم ينسحبوا، ولو انسحبوا هيتم استبعادهم لان دي مش هتكون اول خساره ليهم. وبدل ما يركزوا رجعوا تاني يلوموا بارلو انها لو ما كانوش خسروا بسببها كانوا هيقدروا ينسحبوا دلوقتي وهيكون قدامهم فرصه تانية. لكن بدات ليو تتعصب عليهم بسبب اضطهادهم لبارل وكانوا خايفين منها على الاخر، لكنها قالت لهم ان هم المفروض يركزوا علشان يكسبوا والا ينسحبوا من دلوقتي وخلاص. في الوقت ده فاي كان سايبهم يتخانقوا وهو قاعد مركز لحد ما لقى الحل اللي هم هيكسبوا بيه، وهو انه هيخلي ليو تضربه تاني. بيقول لهم الحركه دي هتخسرنا عدد كبير مننا لكننا هنكسب في النهايه. هو برغم ان هم كانوا خايفين لكنهم مضطرين يصدقوا لان مفيش اي حل تاني قدامهم. وبالفعل ضربته ليو وبدا يضرب عليهم ليزر، وساعتها من الوجع اتحرك من مكانه. فالكائنات البحريه اللي اسمها الياسن بدات تطير حواليهم في كل مكان، فبيجروا بسرعه ويطلعوا عليها. بداوا يلفوا حوالين اوروبوروس علشان يلاقوا نقطه ضعفه اللي طلعت عينه. فهجمت ليو وضربته في اول عين، لكنه هجم عليها وقدر انه هو يوقعها. فاتفق فاي مع بارل على خدعه هيعملوها، وراح بالياسن بتاعه لحد ما قرب من عينه علشان يضربه. اوروبوروس بيستعد علشان يضربه بالليزر، وفي اللحظه المناسبه بارل بتنقله من مكانه والليزر اترد تاني في عينه ودمرها له، وبكده يكونوا انتصروا على اوروبوروس. بعدها ظهر لهم وهو معاه جوهره قال لهم ان هم اول ناس يقدروا يكسبوه ويقدروا يلعبوا معاه تاني في اي وقت باستخدام الجوهره دي. وبسبب هزيمتهم لاوروبوروس الخبر انتشر في كل مكان في المدينه، وفي واحده اسمها نير ريليكس شافت الفيديوهات بتاعتهم وبقت عايزه تنضم ليهم. ولما راحوا تاني يوم لميريندا
كده قالت لهم ان هم جالهم طلبات كتير من الناس عاوزه تنضم ليهم وفي كتير من المدن كمان، ففرحوا جدا بالكلام ده وقرروا يختاروا مدينه ويروحوها، وكان الاختيار عن طريق لعبه النشان والحظ. وفي الاخر هيروح المدينه اسمها مارا. على طول ركبوا القطار واتجهوا على هناك، وبمجرد ما وصلوا كانوا متحمسين جدا علشان يعرفوا ايه اللعبه اللي هيلعبوها هنا. بيشوفوا نيرليكس وهي واقفه مستنياهم، كانت شايله يافطه بترحب بيهم لكن شكلها كان غريب وكانوا قلقانين منها على الاخر. ولما شافتهم راحت لفاي وعرفته انها شافت الفيديوهات بتاعتهم وطلبت منه ان هو يوافق على انضمامها لفريقه، لكنه كان عايز يخلع منها ومش عارف لدرجه انها فضلت تترجاه يوافق. ولما قرروا يهربوا منها استخدمت قوتها السحريه وهي انها سريعه جدا، فضلت تقول له انها مستعده تعمل له اي حاجه علشان يوافق، لكن برضه كانوا عايزين يهربوا منها لحد ما كان في عربيه تخبطها، لكنها استخدمت قوه عكس العزم وضربت العربيه برجلها وقفتها. فالفريق بتاعنا انتهز الفرصه واختفوا من قدامها. راحوا المتحف المدينه وساعتها قابلوا الامين العام واللي اسمه بلغير، رحب بيهم في المدينه وخدهم معاه في جوله علشان يعرفوا كل حاجه عن المدينه اللي هم فيها، وكمان قال لهم ان في مهرجان كبير هيبدا كمان 3 ايام وان النقابه اجرت ملعب كبير جدا هيكون فيه اكتر من 10,000 مشجع، وعرفهم ان بعد المهرجان ده هيكون في تنافس كبير ما بين المدن اللي حواليهم، وعلشان كده عايزهم يشاركوا في الحدثين اللي هيحصلوا. بعد كده دخلهم المكتب بتاعه وخلاهم يشوفوا الصور القديمه بتاعه المهرجان اللي فات، ووروهم صور المحاربين المدينه استضافتهم من المدن التانيه. بارل اخدت بالها في الصور ان في مجموعه لابسين اسود، فقال لها بلغير انهم من مقر هيئه الغموض الرئيسي. بعدها بيجي لهم واحد اسمه داكس واللي بيكون واحد من اشهر المحاربين في المدينه، واحصائيات اللعبه بتاعته 3 مكاسب وخساره واحده بس، وكان واضح عليه ان هو مغرور جدا ومش طايق حد حواليه. ولكن رغم كده قال للفاي ان هو فخور جدا لانه قدر يهزم تايتان واوروبوروس. وفي الاخر عرض عليهم ان هم ينضموا للفريق بتاعه اللي اسمه تيمبست كروز، وبيكمل كلامه بيقول ان هو بيجمع كل المبتدئين الاكثر موهبه في العالم. لكن فاي رفض لانه جاي المدينه علشان مهرجان الالعاب العالميه، ففهم داكس قصده وسابه ومشي. ولما رجع فاي الاوضه قال لهم ان هم محتاجين يدخلوا ناس معاهم في الفريق، واول حد جه في باله كانت نيل. قال لهم ان هو دور وراها وعرف ان احصائياتها 3 مكاسب و3 هزايم، وانها قويه جدا لكنها بتكره الخساره، علشان كده استقالت من شهر بعد ما قائد فريقها قرر ينسحب وهم في لعبه ضد ملك قوي. في الوقت ده جت نيل لكنها كانت متنكره في لبس خادمات الغرف، لكنهم عرفوها ولما واجهوها سابتهم وهربت. وساعتها شافها داكس اللي بدا يلومها على طريقتها، وفي الاخر عرض عليها انها تدخل للفريق بتاعه، لكنها رفضت لانها عايزه تدخل في الفريق مع فاي، وعرضت عليه ان هو يعمل ماتش بكره مع فاي واللي يكسب هي هتروح معاه، لكنها ما قالتش الاتفاق ده لفاي وفريقه. وتاني يوم كان الملعب مليان على الاخر، ولما دخل فاي قابله داكس وقال له على نظام الالعاب وخلاه يختار لعبه من ضمن 1000 لعبه، فاختار بطلنا فاي لعبه حلبة العقل. لكن من قواعد اللعبه دي ان كل فريق هيكون مكون من 2 بس، فاختار داكس زميلته اللي اسمها كيلر وليو علشان تشجع بارل. قررت تطلع تشجعهم من بره وتسيبها هي مع فاي. بيبداوا يتعرفوا على نظام اللعبه، واول طريقه للفوز هي انهم يوصلوا للهدف اللي على بعد 44 مربع، ووقت الحركه ينفع كل فريق يستخدم مربعات كفخ للفريق التاني. وبعد كده كل واحد فيهم بياخد 5 تعويذات عشوائيه، وبيعرفوا ان التعويذات السحريه بتنقسم لهجوم وشفاء واوراق مميزه، وكان لازم كل واحد فيهم يختار فئه يلعب بيها. ففاي اختار الرحاله وبارل اختارت الشافيه، اما داكس وكيلر فاختاروا الاثنين انهم يكونوا سحرة. والظهر كمان نزل لهم علشان يحددوا حركاتهم كانها لعبه السلم والتعبان بالظبط. بيكون فاي اللي عليه الدور والكارت بيسحبه بيدخله عند المربعات، وكان فاي واقف في مربع داكس عاوزه يمشي منه علشان يقدر يسحب ورقه سحريه، لكن فاي رفض. ولما جه دور داكس استخدم كارت سحر سري، وده بيسبب ضرر اضافي للفريق الثاني في حال وقوع اي ضرر عليهم. اما دور بارل فما عملتش اي حاجه غير الحركه المعتاده في اللعبه، لكن كيلر سحبت ورقتين وفعلت كارت الصاعقه المزدوجه، وبسبب الكارت ده فاي وبارل خسروا 4 نقط، وقوه الروح بتاعتهم نزلت من 20 ل 16. وهنا بيفهموا خطه بعض. فاي بيكون عايز يوصل للمربع باقصى سرعه، لكن داكس عاوز يخسر كل نقاطه قبل ما يوصل ومش بيفكر حتى يروح بنفسه. ولما جه دور بارل تاني اتهورت وقررت تفعل كارت الهجوم الناري على داكس، وخسرته فعلا 5 نقط، لكنه بيرد عليها بتعويذه الجليد وخسرها 8 نقط، وبكده يكون نزل عدد النقاط بتاعتهم ل 8 من 20. وكملت كيلر عليها لما استخدمت كارت الرعد وخسرتها 7 نقط، وبكده هي معاها نقطه واحده بس. لكن بارل قررت انها تستخدم ورقه الشفاء اللي هتزودها 8 نقط، لكن ده كان فخ من داكس اللي بيستخدم على طول كارت الطعن واللي بيلغي مفعول كارت الشفاء. فبيدخل فاي بسرعه وبيستخدم كارت القلب المعصوب وبيزودها نقطتين كمان. وبارل بتستخدم ورقه تانية رفعت بها قوتها ل 10 ونزلت قوه داكس ل5 نقط. بس المشكله ان هما كده بيستنفذوا كل الكروت اللي معاهم، لكن فاي فضل يرمي في كل الكروت المهمه اللي معاه لحد ما نزل كيلر ل4 نقط. لكن اللي كان اعلى نقط هو داكس، وفاي خسر نقط كتير وهو
تنقذ بارل من الخساره. عملت بارل حاجز حمايه على نفسها، لكن كيلر مصممه انها تهزمها وبتحاول تقللها للصفر باي طريقه. لكن بارل كانت عارفه نيتها، علشان كده كانت دايما بتستخدم كل الكروت اللي ترفعها تاني لفوق ال10 نقط. عملت هجوم مضاد على كيلر علشان تمنعها انها تسبب لها اي ضرر، لكن داكس اتدخل ودافع عنها بكارت الاسعافات. كان الاتجاه رايح ناحيه خساره بارل اللي استخدمت كل ورقها ما عدا ورقه واحده بس وجهت كل ضرباتها لداكس. لكن داكس طلع ورقه سحريه وبسببها هينتقل كل الضرر اللي هيجي عليه وهيوديه ناحيه كيلر، وساعتها هيقدر يرد لها الضربه تاني اللي هتخسرها 20 نقطه، وده معناه انها 100% خسرت خلاص. لكن بارل كانت متفقه مع فاي من اول اللعبه ان هم يخبوا الورق الذهبي اللي معاهم، واللي فايدتها انها تستدعي اي كارت في الصندوق بتاعهم، واللي كان عباره عن كارت الضرر النهائي واللي اسمه الرأسة الاخيره. وهنا بيفهم داكس وكيلر ان هدف فاي من الاول مش انه يوصل للمربع، لا ده كان هدف ابن اللعيبه ده انه هو يقلل قوتهم للصفر ويكسب المباراه. وبالفعل بيستعمل بارل الكارت وفعلا بتنزل قوه داكس للصفر وقوه كيلر رقم 3، وبكده يكون فريق فاي وبارل هو اللي انتصر. ساعتها ضحك داكس وقال له ان احنا كده هنبقى اقوى غارمين الفتره اللي جايه دي، وبيقول للجمهور انه هيرجع وهيكسب فاي المرات اللي جايه، وان النهارده يعتبر يوم ولادته الجديد. بعدها بيرجع الفريق بتاعنا يتمشوا في المدينه، بتروح ليه وتشتري شويه حاجات وكان في لعبه عاوزه تجيبها، لكن صاحب المحل قال لها انها تكون غاليه جدا، وده لانها عباره عن لوح اسطوري، لكنها بتطلع له الفيزا بتاعتها واللي بتكون فيزا ائتمانيه بلاتينيه غير محدوده، وهيقدر يسحب منها كل اللي هو عايزه، فبيسيبها تاخد كل اللي هي عايزاه. طلبت منه انها تاخد حاجات لكنها عايزه يشحنهم لمدينه ريون، وهو طبعا وافق. لكن فاي راح لها وقال لها ان ميريندا طلبت منها ما تشتريش حاجات بالفيزا دي، فليه ردت عليه وقالت له ان الالعاب دي ما كانش ينفع ما اشتريهاش. بعد شويه جه 2 من المدينه وطلبوا يتصوروا مع ليه وطلبوا كمان توقيعها، وبعد دقيقه اتجمع عدد كبير من الناس هم كمان عاوزين توقيع فاي وعايزين يتصوروا معاه. ولادنا بعد اخر عركه عملوها بقوا مشاهير على اخر. وبعد ما بيخلصوا ليو قالت لفاي ان هي كمان عايزه توقيع، لانها عارفه ان البشر بيعاملوا التوقيع على انه كنز، وهي عايزه تحتفظ بحاجه خاصه بيه. خلته يوقع لها رباط الشعر بتاعها، وبعدها بشويه بيلاقوا الناس كلها راحت ناحيه داكس اللي كان بياكل في مطعم، وكان عامل بس مباشر من المطعم ده وهو بياكل، علشان كده كل الناس راحت للمطعم ده. وهم واقفين شافتهم كيلر وهنتهم على الفوز، وقالت لهم ان هم لعبوا كويس جدا امبارح، وقالت لهم ان داكس مشهور جدا لانه قوي وشكله حلو وشاطر جدا وكمان قائد الفريق، فطبيعي يكون محبوب ومشهور. فبيسالوها انت ليه ما كنتش معاه، فقالت لهم ان ما فيش حاجه ما بينه وما بينها غير الشغل، وبمجرد ما بيخلصوا شغل فما فيش اي حاجه تربطهم في الحياه الطبيعيه. بتسيبهم وبتمشي وبتكن المستخبيه ورا صخره بتراقبهم. بيشوفها فبتروح لفاي وبتقول له بعد الماتش بتاع امبارح انا اتاكدت ان انا لازم انضم لكم كمحلله العاب، لكن فاي بيرفض فبتتضايق وبتسيبه وبتمشي، لكنه بيوقفها وبيقول لها ان هو هيروح بكره لهيئه الغموض وعاوزها تيجي معاهم. وتاني يوم لما راح قابل الامين بلغير قال لهم ان التحدي الحقيقي بتاعهم هيكون النهارده، وده علشان هيلعبوا ملك قوي جدا وعلشان لازم الفريق يكون 15 عضو، فهو جاب لهم 12 من عنده. فبتتفاجئ نيلو وبتسالهم امال انا جاي اعمل ايه هنا، وانها المفروض تشارك معاهم، لكن بلغير قال لها ان فاي قال له انها تتفرج بس. ولما بيدخلوا هم الثلاثه اللعبه بيلاقوا الدنيا كلها صحراء، وبيقابلهم واحد اسمه كاميليا وبيقول لهم انه قائد فريق الملك الاسود، بيقول له انت تقدر تعتبر بقيه الفريق كله مجرد كماله عدد. وفجاه وهم بيتكلموا ظهر في وسط الصحراء هرم كبير ونزل منه المنتس بتاع اللعبه دي واللي هو الماب يعني، واول حاجه عملها ادى لكل واحد فيهم ورده وقال له ان لازم يخلوا بالهم من الورده اللي معاهم، وكمان عرفهم ان الورد في منه انواع كتير لما بتفتح، وهم ورده الشمس وورده السم وورده الرمل، وان الهدف من اللعبه دي ان هم يوصلوا ورده الشمس لاعلى قمه فوق الهرم. بعد كده بيعرفوا ان كل واحد منهم معاه نوع مختلف من الورده، ولازم ورده الشمس ما تتسرقش منهم والا هيخسروا ورده الشمس للابد، وساعتها بالتاكيد هيخرجوا من اللعبه. ودلوقتي ازاي بيفكروا يوصلوا الورده لقمه الهرم، وده من غير ما حد يعطلهم لان القطط السحريه واقفين مستنيينهم في الطريق، وبكده لازم يتفقوا مين هيكون معاه ورده الشمس علشان يوصلها للهرم. لكن في قاعده غريبه جدا، وانهم لو بدلوا الورده مع بعض ممكن يخسروا، وده علشان ما ينفعش يكون حد ما فيش معاه ورده ولو حتى لحظه واحده. بعد كده فاي بيفكر ان هو ما يعرفش حد فين ورده الشمس علشان ما يفكروش يحموه، الملك يعرف هو مين. وبعد كده بيظهر الملك اللي عامل شبه الفراعنه وكان ماسك في ايده ورده، وبيتوقع فاي انها ورده الشمس لانه مش هيثق في حد غيره يحميها. يا ترى بطلنا فاي هيخرج من الموقف الصعب اللي هو فيه ده ازاي؟ كل ده واكتر هنعرفه لما الموسم الثاني من الحكايه دي ينزل. ودلوقتي انا عايز اتكلم معاكم في حاجه مهمه، مش معقوله يعني انزل فيديو طويل 40 دقيقه وما يجيبش 1400 لايك. شجعوني بلايكات كده واعملوا سبسكرايب في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. سلام.